السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا كما وعدناكم اي شيء جديد نصوره لكم. طبعا بعيدا عن المحمية والطيور، صورنا لكم الحديقة منزلية متكونة من سنادين. هسه نعرفكم على السنادين. طبعا جبناهن ولو هو الحر ما خلى بينا كل شيء. معي عندنا هنا دم العاشق، وهنا الشريفار اظن. ايه، هنا الحلزوني عندنا طبعا، بس الحر ما خلى بينا كل شيء، ما خلى الحر. وهنا عندنا الدفلة الصغيرة، وهنا عندنا الامازون. طبعا هم الحر ما خلى بيها. شوف شو سوى بيها، شوف هاي الاوراق مالتها. يكون هاي الرطوبة مالتها تكون عالية، يكون يعني 24 ساعة، يعني يكون ما الماي يكون ما تيبس، إذا تيبس من الماي تموت. تعرفون سنادين. وهنا عندنا كاريزيا، طبعا هنا عندنا هاي. وهنا الأوليفيرا عندنا موجود. وهنا العشق دمعة الطفل موجودة. وهنا شوكة المسيح عندنا هم. وهنا طبعا يسمونه الصبار اللسان موجود عندنا. وهذا الشريفار هم طبعا موجودة منها ماتت عندنا. وهاي القديفة هم ماتت من الحر، يلا الحمد لله والشكر. وهاي الثاني، النوع الثاني عندنا هنا من الأوليفيرا. وهذا عندنا الياس الصيني، هذا الياس الصيني استوى طق. يعني وياها يعني عندي مواد للتربة نخليها. المواد طبعا موجودات عندنا هنا. وهاي عندنا وردة الحياة هنا عندنا موجودة. هاي وردة الحياة. وهاي السندان هنا الثاني عندنا مع الطفل. طبعا عندنا هنا مع الطفل مخلينها. هاي اصطناعية خلينا. هاي مع الطفل. طبعا النعم لازم نخلينا شوية كشكول، خلينا شوية على مود الونسة للطيور، وقت تكون بعيدا عن الطيور. وعندنا هنا المكحلة. طبعا هاي عندنا هنا ظلية وشمسية عندنا بالحالتين نوعا، بالحالتين الحمد لله والشكر. وانا بالنهار طبوها وبالليل اطلعها. طبعا هاي شوية بالشمس يصير وردي، هذا اللون مالتها الوردي بالشمس. بالفي يصير هذا اللون الاخضر هذا. طبعا كان كلها وردية وبزرنا من عندها. هذا اللي موجودات هنا. هاي واحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. هاي هم من عندها، بزرنا من عندها. طبعا هذا الكرك مال ابن أخوي أخذته، خليته هنا للزينة. طبعا هذا الورقات هم زينة، هذا مخلي هذا كله زينة. فشوية أحسن ما الحائط موجود ومخربط وهاي، فلازم شوية نغير بالحائط. وهاي قدامكم هنا الحمد لله والشكر. طبعا هنا موجودات هنا، عندنا رايكم هنا. هاي السنادين هاي موجودة من هنا. هاي السنادين كذين. طبعا هاي دم العاشق لازم تريد لها شوية مداراة. تدرون بالصيف الدم طبعا يوم بعيدا عن الطيور، والطيور قدامنا ما نفوت حال الطيور، انا رايكم. وعندنا هاي السطر هنا. طبعا عندنا جولة ثانية هم. عندنا هنا ديل الفار، هذا موجود هنا، هذا ديل الفار. وهاي دمعة الطفل طبعا. وهاي صبار اليهودي، هذا موجود صبار اليهودي اللون بنفسجي. وهذا صبار العراقي مالتنا. وهذا هم نوع من الصبار، هذا موجود هم نوع من الصبار الكبيرة. ودمعة الطفل وهذا الصبار هم موجود. طبعا هنا كاثرت من عندهم الحمد لله والشكر. طبعا وعندنا هنا الزبيل الما نفوت حاله الحمد لله. هذا الزبيل طبعا شوية تراث قديم، حبينا ننوع لكم طبعا من السنادين. لا ابد لا تقول شيء ما يصير، فانت لازم السقي مالتك تكون منتظم، اما الصبح اما بالليل. انا هسه قاعد اسقي الصبح واسقي بالليل، يعني العصريه. فانت الظهر لا تعطي، الضحى لا تعطي، الساعه بالعشرة الظهر الصبحيه لا تعطي، الظهريه لا تعطي. يعني بالليل هسه انا تقريبا العشرة بالليل راح اعطيهن موجود طين اقل العشرة. والصبح من الصبح لا تكون تقعد انت عندك دوام، عندك هاي تقعد تعطيهن الصبحيه موجوده تطين، فتقدر تحافظ عليهن. والله هو الحر ما تقدر تحافظ عليهن، يعني قد هسه انا محافظ عليهن وقد هاي. وجاي يموت عندي هواي ماتن كلش هواي ما. هسه يكون اراويك الحديقه اللي برا عندي هم موجوده من سنادين
ماتن عندك لازم يعني تساعدهن ماي الصبح العصر بالليل. هو انا هسه اكثر شيء الصبح وبالليل. هسه بالليل على مقدار 8 ساعات تقدر الصبح تدور الصبح من ستين راح تقاوم. يقاومون وين؟ يقاومون لليل. شوفوا يقاومون لليل. طبعا انا معدي الام بي كي مخليه اعطيه ارضيا طبعا. وعندي الرش الثانية مادة سوداء الرش هم هاي تساعد الكثافة. طبعا جربتها وصارت هاي المكحلة طبعا ما خلت عندي بالصيف يعني مردتني مرض. والله مردتني مرض. وان شاء الله نراويكم ان شاء الله. راح اسوي رف هنا قريب هنا اللي يوافيني بالرف اللي يقول سوي رف اخليه يكتب لي اللي يقول سوي رف. ان شاء الله راح نسوي رف ونرتب لكم اياها كله ترتيب حلو ومرتب ان شاء الله. ان شاء الله لا تنسونا باللايك على مود ندعمكم بعد اكثر واكثر ونعطيكم معلومات طبعا عن طبعا هذن كلهن يعني شو مثل ما تقول ظليات شمسيات. فلازم انت يكون عندك مكان يكون مو من الصبح لليل شمس. فلازم انت يعني هاي والله دمعة الطفل ما تحتاج عادي بس ولو حرقتها الشمس. والله عندي هنا حرقتها طببتها جو هنا وبدا الحرق بيها. شوفوا هذا الحرق بدا بيها. هذا الحرق موجود بدا بيها هنا. الصبار عندي لا يعيش عندي زين. الأوفيرا يعيش عندي. دمعة الطفل تعيش. بعد وردة الحياة تعيش. كار الزيت تعيش يعني. اللي عندك هاي الأمازون هم يعيش عندك يعني كل الزين. فهذا اللي عندنا سنادين هنا موجودة الحمد لله والشكر. وإن شاء الله لاكو شي جديد نراويكم وما نخلي عليكم بأي شيء. وأي واحد عنده معلومة يضيفها لنا نستقبل من عنده. وأي واحد يريد شيء نستقبل من عنده وهم نعلمه. وإن شاء الله كلنا احنا متعلمين إن شاء الله. هم يعني على التربة أنا أكثر شيء خالط طبعا مزيج وتربة عادية وطينية وبتموس. هذين خابطهن كلهن خابط بالأرض مالتهن وزيادة للماي وزيادة للكيمياوي أعطيهن بالشهرين مرة. هسه قطعت كل كيمياوي ما أعطي كل مادة ما أعطي بس فقط ماي لأن الدنيا حارة. ما يستخدم الماي مثل ما تقول الدنيا حارة والتربة حارة فالنبتة ما تقدر ما تعيش. ما تقدر يعني تقاوم الكيمياء اللي راح تعطيها ما تقدر تقاومه. ان شاء الله نوافيكم باحلى الحلقات واحلى الفيديوهات. دمتم سالمين.